بطنجرة على الغاز راح أسلق الباستا لمدة 9 دقايق بس مي وملح. هلا بدي أعمل معكم الدريسينج مع الصوص الأخضر. حطيت سبانخ فريش وحبة أفوكادو وبندورة مجففة وملح وفلفل وعصير ليمون ولبن وحبتين توم اللي هو حصين توم. هلا راح اهرسهم كمان. ومعلقه صغيره من البيستو صوص، بتقدروا تعملوا بالبيت، انا استخدمت الجاهز. ومعلقه كبيره من الماسترد اللي هو الخردل. هلا راح اضربهم بالخلاط وارجع. راح اضيف جميع المكونات اللي ذكرتها واضربها بالبلندر. وهلأ لتبلة الدجاج حطيت بصل وتوم باودر وبابريكا حلوة وبهار الدجاج أوريجانو أو إيطاليان سيزنينج اللي هي البهارات الإيطالية. It's up to you، يعني تحطوا اللي بدكم إياه. وحطيت كمان ماسترد خردل، وراح أحط كمان البيستو صوص كمان، هذا البيستو واللي هو مجموعة الريحان مع الثوم وهون رح أحط هدول، رح أحطهم مع بعض، وخل وليمون. طبعا في هون كمان برضو حطيت فلفل أحمر وبالآخر بملح. أحطهم مع بعض وأضيفهم على التشيكن، وبدي أحطهم أنا أرشهم بزبدة وأحطهم بالإير فراير. وبتقدروا تحطوه كمان على الغاز، يعني تدبلوه بتقلبوه يعني على الغاز بمعلقتين زيت زيتون، بس أنا راح أعملها بالإير فراير. مثل ما انتم ملاحظين صبايا، تبلت الدجاج بالبهارات الباودر وبعدها بالصلصة الخضراء، والحمد لله كل وصفاتي شهية وما تشبه حدا، متفردة فيهم. I promise you my recipe will never disappoint. وهلا لاني بدي اعملهم بالاير فراير مثل على الجريل، راح ارشهم بالزبده السبراي، وممكن انتم كمان ترشوها او تدهنوها بزيت الزيتون او الزيت اللي بيجي مع البندوره المجففه، بيعطيها طعم كتير طيب. بعدها بضيف الخضار على الباستا، وبضيف الصلصة الخضراء، وبعدها برجع بضيف كمان بعد ما أخلطهم مع بعض برجع بضيف الكورن والزيتون أخضر وممكن أسود